سهرة أبو غلمسيس هي سهرة بتعلى فيها النفس وكأنها بتطير في السماء اللي راح لها مخلصنا وحرر نفوس العبيد اللي كانوا في الجحيم. في الليلة دي بنقرا سفر الرؤيا اللي أول جملة فيه إعلان ربنا يسوع المسيح. كلمة إعلان في اللغة اليونانية يعني أبو كلبسيس، وباللغة الدارجة الأبو غلمسيس، ومن هنا جت التسمية. كاتب سفر الرؤيا هو القديس يوحنا الحبيب، وده يعتبر آخر تلميذ من تلاميذ السيد المسيح اللي فضل حي. كتب سفر الرؤيا في منفاه جزيرة بطمس في اليونان، ونلاقيه بيقول لنا: ولا الوقت صرت في الروح، رؤيا 4 آية 2. وبعدها يبتدي يحكي لنا التفاصيل اللي حصلت وهتحصل في الايام الاخيره، ودي اللي بنعرفها اكتر واكتر واحنا بنقرا سفر الرؤيا طول الليل. وفي الليله دي بنقدم التسابيح والشكر وفرحانين بالخلاص اللي ربنا قدمه لنا على عود الصليب، وكمان بنترشم بزيت الابو غلمسيس، وده نفس الزيت اللي بتستخدمه الكنيسه في سر الزيكا، وكاننا بنقول ان احنا الكنيسه عروس للمسيح والسيد المسيح هو عريسنا. في ليله ابو غلمسيس بعد ضلمه القبر بتقيد الكنيسه الانوار وبتردد كلمات المزمور 151 اللي بدايته: انا صغير كنت في اخوتي، وكانها بتحكي لنا القصه الازليه اللي بتتكرر عبر العصور. الله بيختار المحتقر والغير المنظور علشان يعمل بيه خلاص عظيم. ونلاقي في كتابات القديس كيرلس الكبير بيقول ان داوود هنا رمز للسيد المسيح. وفي الليله دي بنقرا شويه حاجات حلوه قوي، منها تسبحه موسى النبي في تثنيه 32، صلاه حنا ام صموئيل الاول الاصحاح الثاني، صلاه حبقوق النبي حبقوق اصحاح 3، صلاه يونان النبي يونان 2، صلاه حزقيا الملك اما مات وقام من مرضه ودي نلاقيها في اشعياء 38، صلاه منسى الملك، تسبحه اشعياء النبي في اشعياء 26، وتسبحته الثانيه في اشعياء 25، وتسبحته الثالثه في اشعياء 26، تسبحه ارميا النبي في مراسي ارميا 5، تسبحه باروخ النبي باروخ 2، تسبحه ايليا النبي في ملوك الاول اصحاح 18، صلاه داوود النبي اخبار ايام اول 29، صلاه الملك سليمان ملوك اول 8، صلاه دانيال 9، رؤيا دانيال عن الثلاث فتيه دانيال 3، صلاه عزاريا دانيال 3، تسبحه الثلاث فتيه دانيال 3، وكمان بنقرا حيره نبوخذ نصر اما شاف الثلاث فتيه في اتون النار ودي برضه في دانيال 3. بنقرا تسبحه الست العذراء في لوقا 1، صلاه زكريا الكاهن في لوقا 1، وصلاه سمعان الكاهن لوقا 2، واخيرا قصه سوسنة العفيفه تتم دانيال 13. في النهايه خلونا دايما نفتكر ان ليله ابو غلمسيس بتعبر بشكل رمزي عن حياتنا على الارض، نغمه الحزن الممزوجه بنغمه الفرح، الالم المؤقت اللي بعده على طول بيجي التعزيه والتعويض، المذله الشديده اللي بتيجي بعدها على طول المجد والكرامه الحقيقيه. خلونا كمان نفتكر اننا قبل الليله دي بنكون عايشين مشاعر من الحزن والاسف والندم على خطايانا اللي سببت البهدله دي كلها لفدينا، وكمان بنبقى جوه حضن الكنيسه امنا اللي بتبقى لابسه ستاير الهيكل السوداء، بس احنا في نفس الوقت بنبقى واثقين ان كمان حبة ساعات صغيرة الكنيسة هتشيل الأسود وتطلق مكانه الأبيض، والستاير البيضة دي بتدينا إحساس بعمق الانتصار والحب الشديد لربنا يسوع المسيح، إنه جه وخلصنا ونقلنا من عبودية إبليس لملكه السماوي الأبدي. إحنا كمان خلونا نعيش كل أوقات الألم وإحنا واثقين إن كمان كم وقت قليل هنعلق الستاير البيضة مكان السوداء. وأخيرا إن كنا دلوقتي في وقت ألم أو حزن أو ضيق بأي درجة وبأي نوع، وحتى إن كنا في مشاعر فرح وبهجة وانتصار، خلوا دايما تسبيح وشكر ربنا يسوع المسيح على لساننا زي ما الكنيسة علمتنا، وزي ما احنا متعودين بنقول: كل نسمة فلتسبح اسم الرب إلهنا. شكرا ليكم وكل سنة وانتم طيبين.